السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بقى بتتبيله قويه جدا للفراخ. ان شاء الله هتعتمديها في مطبخك وهتاكلي من وراها احلى طعم للفراخ. وكمان مش هنحتاج لا ننقع الفراخ ولا نتبلها قبلها بليله. التتبيله دي حلوه جدا، اتمنى ان انت تجربيها. في البدايه الاول تعالي ما اقولك احنا عملنا ايه. حطيت كده طماطميتين وعليهم قرنين فلفل، ممكن يكون حامي او بارد. وكمان قطعت عليهم فصين من الثوم كبار شويه. حطيت بقى كمان ليمونه كبيره وعصرتها في التتبيله دي كلها. وبعدين بقى هنملح الخضار دوت بملح وفلفل اسمر، وكمان معلقه من البابريكا. انا حطيت معلق صغيره بس مليانه من كل حاجه. هحط عليهم كمان نص بصلايه، مش هحتاج اكتر من كده لان البصلايه كبيره. هاخد بقى الخضار ده كله واخلطه في الخلاط واخليه مفروم ناعم جدا. ودي بقى شكل التتبيله بتاعتنا بعد ما اتخلطت. هحط عليها معلقه كبيره من الخل. الخل مع الليمون بيدي مزازه حلوه جدا في التتبيله دي. هنجيب بقى البايركس اللي احنا هندخله الفرن وهنتبل فيه الفراخ بتاعتنا. هحط بس كده في القاع بتاع البايركس بتاعنا او الصينيه اي خضار متوفر عندك. انا هنا هقطع جزرتين. الطريقة دي من الفراخ بتبقى من الطرق السهلة جدا اللي ممكن في ثواني تعمليها، ولا هتحتاجي تتبلي قبلها بليلة ولا تحطي الفراخ بتاعتك تتنقع. بمجرد ما تعملي التتبيلة كده وتحطيها على الفراخ بتدخليها الفرن وبتطلع طعمها روعة. خرطنا الجزر بقى زي ما احنا شفنا، وكمان حطينا عليهم بصلاية او نص بصلاية اللي انا كنت ركناها من التتبيلة. وكمان خرطت عليهم بطاطسيتين مكعبات زي ما انت شايفة كده. هجيب بقى كده حبة من التتبيلة اللي انا عملتها وهضيفهم على الخضار دوت، وهخليهم في الارضية بتاعة البايركس او الصينية اللي هدخلها الفرن. بقلب بقى التتبيلة كويس جدا في البطاطس وفي الجزر وفي الخضار علشان يبقى الخضار بتاعي كله واخد من طعم التتبيلة بتاعة الفراخ. وهنا بقى عندي فرخة حوالي 2 كيلو او 2 كيلو الا ربع، ما تكونش كبيرة قوي علشان تستوي معاكي بسرعة. هتبلها بقى، وطبعا الفرخة دي احنا غسلينها كويس جدا. باخد بقى من التتبيلة اللي انا عملتها دي وببدأ اتبل الفرخة بتاعتي. وبحط من التتبيلة كده على الجلد من فوق. وطبعا انا عاملة الفرخة مشقاها او مشرحاها. وكمان بحط التتبيلة بين الجلد واللحم. وبقلب بقى على الناحية التانية. وبصراحة يعني بتغرقيها، ما بتسيبيش حتة في لحم الفرخة غير لما تكوني مدخلاله تتبيلة كويس جدا. كمان بعمل فتحات في الورك كده وبدخل برضو التتبيلة من جوه ومن بين اللحم وبعضه. اهم حاجة ان انتي تغرقي التتبيلة بتاعتك كده وتدخليها بين اللحم وبعضه علشان اللحم ما يبقاش عادم ويبقى كله تتبيلة ويبقى متطعم بطعم التوابل. وبعد كده بقى بروح قلبة الفرخة تاني على العظم، وبخلي الجلد هو اللي ناحية بره. بفردها كويس جدا في الصينية اللي انا حطاها. وكمان بفرد الجلد عليها كويس قوي علشان ما يبقاش متزحلق من عليه. هضيف بقى كده معلقة من الزيت كبيرة، ارشها كده على الوش عشان خاطر لما اجي احط على السلوفين ما يلزقليش في السلوفين. بتضيفي بقى كده او بتغطي الطاجن بتاعك او البايركس بتاعك بورق سلوفان وتدخليها على الفرن على درجة حرارة عالية. بتحطيها الاول اول نص ساعة على الصاج على طول. وبعد كده بقى بترفعيها على الشبكة لحد ساعة ونص في الفرن، او على حسب ما تستوي. في نص التسوية بقى بنشيل الفويل ونسيبها تاخد وش حلو كده. وعشان تاخد الوش دوت بنروح مشغلين الشواية من فوق. اول ما بتاخد معانا وش وتتحمر من فوق بنخرجها وبتبقى بالمنظر دوت. باخد بقى هنا من الصوص بتاعها وبديها تلميعة بسيطة خالص. وبكده تكون الفرخة بتاعتنا استوت وكمان طعمها بيبقى تحفة جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس على الكل. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.